اليوم قررت نعيش نهار من حياة أقوى رجل في العالم وهو ديفيد كوغن. هذا الرجل أو بالأحرى هذا الرجل الآلي كيدير أقصى أنواع التدريب في العالم. ديفيد كيجري 329 كيلومتر بلا ما يرتاح. ديفيد كوغن كيدير 4000 بول ابس في 24 ساعة. 4000 push ups. 4000 بول ابس في 24 ساعة. 4000 بارك عليكم. دوز 3 ديال الاسابيع ديال الجحيم في البحريه الامريكيه. ديفيد كوغن ما كانش قوي من الاول، فاش كانت عنده 23 عام كانت في وزنه 136 كيلو، يعني كان غليظ وما كانت عنده حتى شي لياقه بدنيه. اذا الانسان ما ياخذش الاعذار ويوقف انه يوصل لوبجيكتيف ديالو. I had two options to either be that 300-pound guy who sprayed for cockroaches and made $1,000 a month. لكن قرار واحد هو اللي خلاه انه يتبدل ويبدل حياته، وهو الانضباط، لا ديسيبلين. ديفيد كوغن اخترع واحد البروغرام ديال الهبال واللي خلاه يتحول من أسوأ جسد لأفضل جسد وفي المدة ديال 3 شهور. داكشي علاش قررت انه غادي نعيش 24 ساعة من الحياة ديال ديفيد كوغن. صباح الخير عليكم. الا كتسولوا علاش صوتي بحال هكا، فهادي 6:30 الصباح. انا مضيفيتها كان خاصني نفيق مع 4:30، ولكن اللي صار ما كيحلوش عندنا هنايا حتى للسبعة. داكشي علاش فقت دابا وشوفوا راه عينيا منفوخين. نزيد عليها انه كاين واحد حاجه اخرى هو اللي خاصني انني فقط نفطر بها، اللي هي غير بانانا. هو كيفطر غير بانانا وحده، يعني عندي غير هاد البنانه في هاد النهار وتقدر تكون اخر نهار. هاد هي العيت وما صدقش ليا التشالنج ولا انا وقعت ليا شي حاجه. غنمشيو دابا نبداو البروغرام ديال مستر ديفيد كوغن. ليتس جو. بنانه عباد الله، بنانه بوتاسيوم. ولكن ماشي مشكل، كنظن الله اعلم متكفينا. يلا نمشيو. تخيلوا معايا الحاجه الوحيده اللي غتدخل المعده هي هادي. نهار كامل غتبقى تدور فيها بنانه. واو واو. نصراحة غادي ندير بالبوتاسيوم. أول مرة كنتعامل مع البنانة بهذا الحب والاحترام والتقدير وعاقل عليها، حيت عارفة هي اللي غندور في كرشي النهار كامل. علاش زعما؟ كاين المجاعة أنا ما عرفت مالو زعما علاش خدا البنانة، اش قال لي راسي. من البنانة يلاه كنفرش بها، كنشلل بها المعدة. أنا تيبان ليا واقيلا نزيد شي وحدة حروش. باقي ما جبعتش أو بزاف. ديفيد كوغن من مورا ما كياكل البنانه فراه كيدخل نيشان في السايكلينغ لمده ساعه. وكما قال ديفيد كوغن هو كان كيبغي يتفرج، ولكن ما كيبغيش غير يجلس هكا، كيبغي يدير شي حاجه اخرى معاها باش ما يحسش براسو كيضيع الوقت. داكشي علاش كيجيب شي فيلم اللي عاجبو ولا شي دير كومونتير ولا شي حاجه وكيتفرج، وفي نفس الوقت كيدير السايكل. خليكم معايا الموال وانا غنتفرج غير في راسي كناكل العصا. ليتس جو. دابا دازت واحد نص ساعه، واللي بغيت نقول لكم هو انه ديفيد كوغن تبع هذا السيستم 85 يوم وخسر 50 كيلو، يعني شي حاجه اللي ما سهلاش. دابا غادي نحاول نرجع نكمل نص ساعه الاخرى اللي بقات. خليكم معايا. ليتس جو. شجعوني يا صاحبي، شجعوني. دابا درت الساعة ديال السايكلينغ، كنحس برجليا تجمدو تنفخو طرطقو غيموت. واه المهم كملنا السايكلينغ. برافو برافو برافو. ما بقى والو.
ما بقى والو ندوزو نكملو. يلا نمشيو نكملو التشالنج ديالنا. دابا سالينا السايكلينغ وجينا من بعد قلبت على ديفيد غوغن اش كيدير. من بعد قال لك اسيدي كيدير واحد تيست سميتو ASVAB. بقيت كنشوف كيفاش شنو هو التيست هذا. ملي مشيت قلبت عليه هو واحد تيست اللي كيديروه باش كيتفاليداو في القوات المسلحه الامريكيه. وانا ما غاديش ندوز القوه المسلحه الامريكيه. الا كنت غندوز هذيك الساعه نقدروا هذا نخشوا حتى هو نديرو كتشالنج. وبالنسبه لي انا ما غاديش نلتحق. اذا ما كاين لاش غادي نديرو، غادي نمشي ندير شي حاجه اخرى، نمشي اونجوي ونرتاح باش نكملوا هاد التشالنج، باش نشوفوا هاد ديفيد غوغن باش فايتنا حنا. مالنا هادي 9 ديال الصباح جينا باش نكملوا التحدي ديال ديفيد غوغن. هو كيدير 3 ديال الكيلومتر عمان. ما فهمتش انا هاد 3 ديال الكيلومتر واش كيتمشى عمان ولا كيجري وسط عمان. 3 الكيلومتر راه بزاف. غادي نحاول ندير بحالو، غادي نحاول. ومع ديك البنانه انا ما فهمتش. البنانه راه قرد ما يقبلهاش ليك. بقيت انا باش نقبلها ما فهمتش، ولكن غادي ننزل. خليكم معايا، ليتس جو. غادي نشوفوا شنو غادي يعطينا. ليتس جو. المهم الكاميرا راه كتطبق مع كاينه السخونيه لا بيسين سخون، ولكن غادي نكملوا. خليكم معايا، ليتس جو. وجايدين بزاف فقراء. ما يمكنش انا ما فهمتش. انا وسط الموجه ديال العطش ما يمكنش انا ما فهمت والو. المهم كنفكر نحبس، ولكن تفكرت واحد الهضره قال لك كيقول لك عقلك حبس، عارف يلاه خدمتي جاست اونلي 30% ديال البادي ديالك. بمعنى بقات لي 45 دقيقه وخصني نكمل. المهم انا ما عاودش طلعت، فيعني انا اللي كملت، ماشي تشالنج هو اللي كمل. غادي نمشيو. بزاف اصاحبي. بنانه ماشي غير مشات. شنو هي بعد البنانه؟ انا صافي راه فقدت الذاكره. بنانه كليت شي حاجه الصباح. واو ليتس جو. غنمشيو دابا نكملو داكشي اللي بقى. واو ولكن خصنا نكملو. علاش انا عندي هنايا فيه 5 متر بالحسبه، يعني 40. انا عندي لابيسين فيه 5 متر، يعني غادي نقسم 3 الكيلومتر على 5 باش تحول، وضربوا معايا الحساب راكم عارفين شحال. يلا ليتس جو. والجواب الصحيح كنتسناه منكم.
واللي كيعرفني راه عارفني. يلاه تعلمت نعوم، يعني ما عنديش مع العومان، ولكن كملتها. اش غادي نقول لكم، كنحس بكتافي كيتقطعوا، اما الجوع خلاص هذاك ما كنديروش عليه. كنحس بالمعدم خاويه غتخرج هي تمشي تقدر راسها، راسي كياكل من راسو بزاف. شي حاجه ما عرفتش نكذب عليكم، انا شاك هذيك البنانه اللي كلا داك خونا تكون معمره بالروز ولا معمره بالكفته. عجيب، ما يمكنش، كاين شي خلل، كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. واو بزاف. عييت فاش داني الدوخه. المهم غنمشي هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما سالينا من لابيسين وجهي نشف بزاف السبب ديالو. زعما صراحه واو والله الا زعما التشالنج ما ساهلش صراحه. وكيحسب لكم دابا غادي نمشي ناكل، والله ما كرهت والله، ولكن مازال. وكيف ما كتعرفوا باللي خونا ديفيد غوغين راه ماشي بادي بيلدر، هو كيخدم بلي سيركوي، يعني كياخذ 3 ولا 4 اكزرسيس وكيبقى كيدير عليهم 100 100 100 100 في كل ريبيتيسيون. يعني هذا هو دابا الاكزرسيس اللي تابعنا زعما واو والله الا. المهم ديك البنانه ما غندويش عليها صافي، ما بقيتش انا كرهت البنان، ما بقيتش غناكل البنانه وحده. ندور وكنتفكرها بزاف. واو. كما كيعرف الاغلبيه بانه ديفيد غوغين ماشي بادي بيلدر، وانما هو كيخدم بواحد السيستيم ديال السايكل، بمعنى كياخذ 3 أو 4 ديال لي زيكزيرسيس وكيعاودهم، كيدير فيهم 300، يعني 100 100 100 100. فدابا غادي ندوز انا غادي ندير اختاريت 3 هما. غادي ندير الكتاف شولدرز، نضرب الفوق، غادي ندير الصدر، وغادي ندير داد ليفت ولكن باوزان اللي هي معقوله، لانه 300 جاتني بزاف وانا بديت كنعيا من مورا هذاك الشيء اللي درت. فخليكم معايا، ليتس جو. دابا من بعد ما ساليت مع 100 الاولى ديال الشولدرز، غادي ندوز للصدر، غادي ندوز من بعد للداد ليفت، وغادي نعاود نرجع للشولدرز. ليتس جو. دابا غادي ندير 100 ريبيتيسيون حتى هي، وغادي ندوز للداد ليفت. سالات 100 الثانية، سالات 100 الأولى من السيري الثانية ديال الصدر. بديت كنحس بالعيا، ما كاينش ما تاكل بنانه ما دايره والو، مشات هذيك البنانه. ولكن خاصنا نكملو. ليتس جو. قررت نبدل في اخر لحظه. غادي نبدل الداد ليفت، غندير السكوات في بلاصتها، غيكون احسن بالنسبه ليا. نحاول نرفع من الريزيستونس اللي عندي. ليتس جو. كملنا المية الأولى، بمعنى سالينا السيكل الأول. غادي ندوز دابا نعاودو السيكل الثاني والثالث. ليتس جو. بعد 100 عام أنا ما قديتش باقي نوقف، ما عرفتش
شفت كيفاش هذاك السيد كيكمل هذاك العجب. واه بزاف هادو فيه شي حاجه فايته الجهد بزاف بزاز باش كملتها بزاز. واللي خلاني نكملها هو حيت هو كملها. اما صراحه انا كملت غادي نمشي كنزعف للدار ما قديتش. جربوا غادي يعجبكم بزاف. يلا سلام. هذه تقريبا 3. دابا رجعت دوشت وكنحس براسي مستريح بعد ما درت واحد الكالون طن ديال الماء وراني بخير. وكنظن بتاني راه الجسم ديالي ولف. راني نبقى حتى 7:30 بلا ماكله. ودابا غنبقى واحد شويه وخاصني نوض نمشي نجري 3 ديال الكيلومتر. واخا كنظن غادي نمشي قلعه نحبه ولا نزحف 3 ديال الكيلومتر بزاف، ولكن خاصنا نكملو لانه التشالنج غادي يعلمنا بزاف ديال الحوايج. وانا عاجبني الحال. علاش بغيت كنشوف شنو غادي تسناني تما، ولكن كنبوشي راسي ليكستريميتي. وديما الشعار هو كنوقفوا ملي كنساليو ماشي كنوقفوا ملي كنعياو. ليتس جو. حس براسي غنطيح ولكن بركه من اللي بكا. keep going fighting. يلا مشينا. عرفت النص ديال المسافة، ولكن واحد الحاجة خلينا غنكمل. هو ملي غنسالي غنمشي ناكل، غنمشي نعتق. كملتها. ديفيد غوغن كنتحداك. كملتها. داكشي اللي كدير كندير فيه وغادي ندير مره اخرى كاع اكثر. فاينلي غادي ناكل دابا شي حاجه. عندي الحق انني ناكل من بعد نهار كامل بانانا. عرفتي لا شنو هي بانانا؟ هي شي حاجه والو صراحه. كاين العيا وعييت بزاف كيف ما كتشوفوا حتى صوتي ماشي هو هذاك بحكم هادشي كاع اللي دوزت ديال التشالنج. صراحه التشالنج ماشي ساهل. واخا هاد العشاء هذا انا بالنسبه لي ماشي شي حاجه بهذاك الشيء اللي داز عليا ونهار كامل بالجوع. تشيكن كيما شو الطوميتوس والخس وكذلك الرز. غنمشي ناكل ونتهلا فراسي. صراحه تشالنج واعر. وتا واحد الحاجه اخرى بغيت نقولها لكم هو انه هذاك السيد تقدروا تفهموه اكثر وغادي يكون واحد عنده واحد النظره اللي هو مغايره وتاتو غادي يبدل لكم النظره ديالكم الى قريتوا الكتاب ديالو ديال كانت هيرت مي فاش عاود على قصه حياته اشنو وقع ليه وفي شكل كيفاش انه استطاع انه يطور من راسه ويوصل لهذه المستويات. شوفوا النعمه واو. عرفتي تقولوا بحال كنت مع اهل الكهف ما واكلش 100 عام. واو حاجه ملي كتبعد منها وعرفتي واحد المذاق الانتعاش السعاده. ناكل ونكمل معكم الهضره. بغيت نقول بزاف ديال الحوايج ولكن ملي كتحط الماكله كيطرفعوا القلم. السلام. واخيرا عرفتي راني مدق والمعده عندي عامره. اليوم كان اطول نهار في حياتي. شي حاجه العذاب صراحه. هذا خاصني عليه شي شهر ديال الراحه على هاد لي فور ديال اليوم. ولكن واخا هكاك بغيت نقول واحد الحاجه
وغادي نجلسوا احتراما لهذا الشخص هو ديفيد غوغن. صراحة كنحترمه. علاش؟ لأنه فعلا دبابة، واحد الإنسان اللي تقاتل وحط قدامه هدف ووصل ليه، ما خلاش حتى شي حاجة أنها تأثر فيه. يعني إنسان اللي صراحة كيموتيفي، وتقدروا تقراو عليه وتقلبوا، غادي يخليكم انكم تبدلوا بزاف ديال الحوايج في المونطاليتي وفي المايند سيت ديالكم. يعني اللي عنده شي هدف يوصل ليه، هذا هو البرانسيب اند ستاي هارد كيف ما كيقول هو. وفي الاخر ديال هذا الفيديو كنتمنى يكون عجبكم، وخليوا لي لي كومونتير على شي واحد كيعجبكم الا بغيتو نديرو تشالنج او البروغرام باش خدام. وبطبيعه الحال راه كنوجد في فيديو اخر. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ديروا لي لايك وسبسكرايب وبارطاجيو، وما تنساوش ستاي هارد ونتلاقاو في الفيديو الجاي.